سماعة جيروم جديدة اللي هي اوبن فري او اوبن اير، بتيجي بتصميم الكليب ده. في ناس بتنتقد التصميم ده وفي ناس بتحبه. ده فكرته يا جماعة للناس اللي هي بتعاني من تصميم السماعات اللي هي بتدخل جوه الودن بدرجة كبيرة. ده التصميم ده بيسمح لك ان انت تسمع الميديا وفي نفس الوقت برضه تسمع الناس اللي حواليك. ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهارده هنجرب السماعه ديت ونشوف المواصفات بتاعتها والمميزات والعيوب، وهل يستاهل ان انت تشتريها ولا لا. تابعوا معانا الفيديو للاخر. وهنا هيظهر معانا شكل علبه سماعه جيروم الجديده اللي هي بتيجي موديل اوبن فري او اي 3، وده شكلها هنا كده. وهيظهر معانا هنا اهم المواصفات بتاعتها. بخصوص المحتويات اللي بتيجي معاها، هنا هيظهر معانا كابل الشحن من نوع التايب سي، ودي ورقة هنا بتوضح لك ازاي ممكن تلبس السماعة بالشكل الصحيح، وده كتالوج بتاعها. لو بصينا على السماعة نفسها فهي بتيجي باللون السيلفر، ويظهر معنا هنا كلمة جيروم، وهنا اللمبة الخاصة بالبطارية. من الأسفل منفذ الشحن التايب سي، وهنا زرار البيرنج عشان تقدر تربطها مع أي جهاز أو تقدر إن أنت تعمل لها ريسيت أو ضبط المصنع. من الخلف كده مفيش أي حاجة. بخصوص السماعة بنفتح العلبة كده وهيظهر معانا السماعات ديت. تصميم السماعات ديت اللي هو الكليب او الاوبن فري، دي فكرتها يا جماعه. السماعات ديت ان انت بتلبسها وتسمع الميديا وفي نفس الوقت برضو تسمع الناس اللي بتكون حواليك. يعني الناس اللي بتكون عايزه تلبس سماعه وفي نفس الوقت برضو ما تنفصلش عن الناس اللي حواليها، فالسماعات ديت هتفيدها كتير جدا. وعايز اقول لك هنا برضو دي القطعه اللي انت بتدخل في الودن، وديت اللي بتكون خلف الودن. طبعا هتتلخبط شويه في شكلها او في طريقه استخدامها، لكن بعد كده مع الوقت هتاخد عليها. زي ما شايفين هنا كده مرنة شوية. وبخصوص البطارية، فالبطارية بتاع السماعات دي تقريبا 40 ملي امبير، هتشتغل معاك تقريبا من 5 الى 6 ساعات شغل متواصل. والبوكس ده بطارية حجم 400 ملي امبير، هيدي لك انت تشحنها اكتر واكتر تقريبا 36 ساعة. ان اداء الصوت بتاعها ممتاز جدا، لكن عايز اقول لك ان السماعات ديت هي مش بتعزلك عن العالم الخارجي. فلو انت عايز حاجة تعزلك وتخليك منفصل يعني بشكل كبير عن العالم الخارجي، فالسماعه ديت مش موجهه ليك. من ضمن الحاجات اللي عجبتني في السماعه ديت ان انت تقدر تنزل الابليكيشن بتاعهم بتاع جيروم ده كده، وتربط السماعه مع الموبايل، وفي نفس الوقت تقدر تتحكم في كل حاجه من خلال الموبايل. هيظهر معانا هنا البطارية بتاعت السماعات شمال ويمين والبوكس، وهيظهر معانا هنا كلايزر في 25 مود وتقدر تظبطهم زي ما انت عايز. ده طبعا بيفرق في الميديا اللي انت بتسمعها. وهنا تقدر تقلل التأخير في الصوت بين الصوت والصورة اللي هو الخاص بالجيمنج مود، علشان ما يكونش في فرق بين الصوت والصورة في الألعاب. وهنا تقدر تتحكم برضو في التاتش، لأن السماعات ديت فيها هنا تاتش في الحته دي كده، وبالتالي انت تقدر تتحكم فيهم. ان انت مثلا دوس دبل كليك يفتح لك الميديا، ترد على المكالمات، تعلي الصوت، توطي الصوت، الحاجات دي كلها من خلال الاعدادات اللي موجوده هنا. ديت حاجه بصراحه عجبتني فيها خصوص الاعدادات. هنا البيز بوست، هنا بيخلي لك البيز يكون صوته اعلى وتستمتع بالميديا. فايند ايربودز، هنا هيبدا يعمل الصوت عشان تقدر تلاقي السماعه لو ضايعه منك. طبعا بينصحك هنا ان انت ما تجربش النقطه ديت وانت لابس السماعات في ودنك. وهنا تقدر تعمل مانج ان انت تضيف اكتر من سماعه او تعمل رينيم للسماعه. وهنا برضو بعض الاعدادات الخاصه مثلا بالابديت لو انت عايز تعمل ابديت للسماعه. خلاصه كده يا جماعه، السماعه ديت هي حاجه ممتازه جدا، لكن مش عارف هل انت ممكن تلبس السماعات ديت ولا لا. هنجرب مع بعض دلوقتي المايك ونشوف المايك هيكون مناسب ليكو ولا لا. دلوقتي جه الدور اللي احنا نجرب نلبس السماعات ديت. هتلخبطك شوية في موضوع لبسها، وفي البداية كده لازم تستخدم ايديك الاتنين. طبعا بتلبسها بالشكل ده كده. مش عارف هل انت ممكن تتفق او تختلف على الشكل ده كده بتاع السماعات. الصوت اللي انتوا بتسمعوه دلوقتي من خلال السماعات ديت احنا مش عاملين اي ايديت للصوت. الصوت سامعينه على طول بشكل مباشر من المايك بتاع السماعة، ومش عاملين عليه اي تعديلات. يا رب يكون الصوت كويس. ولو جربنا مثلا نلبس السماعة التانية، ده كده شكلها يا جماعة. هي حلوة بصراحة. ميزتها إن أنت مش هتحس إن أنت لابس سماعة في ودنك، مش بتضايق، مش بتحس بحرارة. برضو الحركة بتكون مريحة جدا فيها. السلام عليكم يا جماعة. احنا دلوقتي بنجرب المايك بتاع السماعة ده. احنا في مكان مفتوح، هم شايفين في صوت حوالينا وفي عربيات.
وفي هوا برضه، عايز اقول لكم ان في هوا في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. مش عارف انتوا سامعيني كويس ولا لا. بتكلم بنبرة صوتي العادية خالص، وزي ما احنا بنقول في الفيديوهات بتاعتنا، الصوت ده احنا مش عاملين له اي اديت ولا اي حاجة خالص. شايفين كده معايا يا جماعة؟ في دوشة وفي صوت. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا سامعيني كويس. نروح مع بعض دلوقتي ندخل جوه العربية ونشوف هيكون الصوت عامل ازاي في مكان مغلق دلوقتي. طبعا الدنيا هاديه حوالينا دلوقتي، مش عارف في فرق في الصوت ولا لا. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. اكتبوا لنا في التعليقات هل انت مع او ضد التصميم دوت، ولو عايز تشتري السماعه ديت فانا سايب لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.